ما حضرتش فرح بنتها. حقيقة خلاف الفنانة ياسمين عبد العزيز مع الفنانة بدرية طلبة أثارت حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا، وذلك بعد عدم حضور الفنانة ياسمين عبد العزيز حفل زفاف سلمى ابنة بدرية طلبة، وعدم إصدار أي تعليق منها على الزفاف بالرغم من صداقتهم القوية. احتفلت الفنانة بدرية طلبة بحفل زفاف ابنتها الصغرى سلمى بأحد فنادق القاهرة الكبرى منذ أيام قليلة، حيث لازمت بدرية ابنتها خلال تجهيزاتها قبل بدء الحفل، وحرصت على التواجد معها في غرفتها، وانتشر فيديو لها وهي تطلق الزغاريد وفي نفس الوقت بتبكي من الفرحة وتحتضن ابنتها وسط مشاعر متباينة في هذه المناسبة السعيدة. رغم أقاويل الخلاف بينهما إلا أن بدرية طلبة فاجأت جمهورها بتعليقها على منشور لياسمين عبد العزيز التي كانت تروج من خلاله ياسمين عن حلقتها ببرنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس، ليكون رد صريح منها بعدم وجود أي خلاف بينها وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز. وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز نشرت صورة تجمعها بالفنانة إسعاد يونس وعلقت عليها صاحبة السعادة، لتعلق لها بدرية طلبة على الصورة أيوة بقى. ولم يتوقف الأمر على ذلك، إذ ردت بدرية طلبة على تساؤل أحد متابعينها خلال بث مباشر عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات تيك توك على خلافها مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وقالت: مش زعلانة من ياسمين طبعا، الناس عندها ظروف وفي ناس كانت مسافرة، وإيه يعني لو ما جتش، مفيش خلافات بيني وبين ياسمين عبد العزيز، هي حبيبتي وصاحبتي. واتكلمت الفنانة بدرية طلبة عن صداقتها بياسمين عبد العزيز وحرصها الدائم على دعمها، وقالت: صاحبتي وحبيبتي وبحبها، واللي بيشيدوا بصداقتنا فاهمين إن دي مش مصلحة، في عشرة وعيش وملح وصداقة، الميزة دي مش عند الناس التانيين اللي بيقولوا إني بطبل لها. وقالت الفنانة بدرية طلبة: ما أنا بشتغل، هي ياسمين بس اللي بشتغل معاها، بشتغل مع كتير قوي، هطبل لكل دول، وكلنا اخوات وصحاب وحبايب، ولو ما كناش نقف جنب بعض مين اللي هيقف؟ أكدت الفنانة بدرية طلبة إن تربطها صداقات قوية بفنانات أخرى مثل الفنانة وفاء عامر وأيتن عامر، وقالت: حتى لو مش بحب فلانة وصاحبتي ولقيتها في ضيقة هدافع عنها أنا وأخويا على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. وختمت الفنانة بدرية طلبة حديثها بانتقاد الأشخاص الذين اتهموها بمنافقة ياسمين عبد العزيز، وقالت: بطبل ليها، ده أنا هطبل وأجيب طبلة ورق كمان، اهدوا بس.